وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت قلت كلمة ورميت نكتة بايخة ومشيت، من وجهة نظرك هي حاجة بسيطة جدا، انما بالنسبة للشخص اللي سمعها واللي انت قلشت عليه هي معدتش عليه بالسهل. هي دخلت خبطت في حاجات جواه، كسرته، خلته قليل قوي قدام نفسه. اياك واثر الكلمة، اوعى تستهين باثر الكلمة وخطورتها ووقعها على الشخص اللي اخدها. في حاجات انت هتعتقد انها بسيطة لكن هي عند ربنا عظيمة جدا. يكفي ان هو ممكن ينام وانت ظلمه بالكلمة دي وانت كاسر بخاطره وانت متعرفش. فمسؤوليتك هنا مسؤولية أخلاقية، ان انت تبقى واعي ومدرك جدا بالكلمة دي وقعها ايه على الشخص اللي قدامك. ويوم ما تحس ان انت عملت حاجة غلط لازم تندم وترجع وتركز في كل كلمة انت بتطلعها من بقك وشايف اذا كانت الكلمة دي ينفع تتقال ولا لا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هي هتعدي عليك عادي وحاجة بسيطة، بس هتعدي على غيرك كبيرة وهتبقى عند ربنا أكبر وأكبر.